بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي الغاليات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وبسيطة. اليوم جبت لكم وصفة تاع الحميص ووصفة تاع الكسرة معجونة. تبعوا معايا للاخر. راح نبدا بالحميص هو الاول. انا جبت كمية تاع فلفل، راكم تشوفوا في الفلفل هذا رقيق وماشي ملحم. هذا ما يتشواش، كون يتشوى يسخ كامل في القشرة وما يجيش مليح. انا كنت قطعت ديجا كميه تاع فلفل، كان عندي فلفل احمر واخضر قطعتهم. قطعت راس تاع بصله كبير، وقطعت حبه تاع قرعه ولا جريوات كبيره درتها مكعبات. نبدا نقطع في الفلفل. انا نقطعو بالموس المشرشف اللي نقصو به الكسره، يقطع روعه، جربوه خير من الموس العادي. زدت قطعت حبه تاع طماطم كبيره درتها مكعبات. نحط كلش في المقله. نبدا بالبصله والجريوات هما الاولين. انا هذه طريقتي اللي ندير بها الحميص. هذا الحميص تقدروا تسميوه شكشوكه، يعني جا مخلط ما بين البصل والفلفل والجريوات، بصح يمد واحد البنه هايله. نتمنى تجربوه. هنا انا مقطعه تاني فلفل حار، مدايره راس فلفل حار. نزيد 2 ملاعق صغار تاع الملح. نحط الملح على حسب الكميه تاع الفلفل. نغطيه ونحطه على النار يطيب، ما نزيدلوش الماء. الخضره هذه دوك تطلق الماء تاعها، يطيب في الماء تاعو. بعد الطماطم ما نحطهاش دركا، انا المرحله هذه نحط فيها غير الملح ونغطيه ونخليه يدبل. في النص الطياب نحط نزيد الطماطم ونزيد الثوم. هذه الطماطم مغرفه صغيره تاع ثوم، نخليهم كي يطيب لي نص الطياب نحطهم. دركا هاو دبل. هنا طاب نص الطياب، ما طابش مليح. هنا نزيد عليه الكميه تاع الطماطم ونزيد المغرفه الصغيره تاع الثوم. نزيد 2 ملاعق كبار تاع الزيت، زيت عادي. ونزيد على راس المغرف فلفل اسود، حوالي ربع ملعقه صغيره فلفل اسود. غطيته وخليته يطيب. شوفوا كي طاب دركا. هنا الطماطم طابت دركا، لازم نحي عليه الغطاء ونخليه ينشف من لاصوص هذه. دوكا نشف، شوفوا كيفاه نشف. كي نجبد على النص ما نلقاش لاصوص هذيك تتلم لي في النص، معناتها راهو نشف. هنا راح نزيد له مغرف كبيره تاع زيت الزيتون ونطفي عليه النار. طاب خلص. نروح ندير الكسره. هنا الكسره المقادير تاعها راح نستعمل الكاس تاع 200 مليلتر. عندي 5 كيلات، معناتها 1 كيلوغرام. السميد يكون نوعيه جيده ورطب. انا ديجا كنت مكيله 4 كيلات، هذه ال5. نص كاس تاع زيت، حوالي 100 مليلتر، نفس الكاس اللي استعملته كملت قيست به. درت 2 ملاعق صغار تاع السكر، و2 ملاعق صغار معمرين مليح ملح. شوفوا كيف معمرتها. وملعقه صغيره خميره كيميائيه عمرتها مليح. نخلطها مليح حتى يدخل السميد مع الزيت. ومن بعد نبدا نزيد في الماء بالتدريج. الكسره المعجونه ما ديرولهاش الماء بالزايد، لازم تجي حاكمه روحها. كون ديروا لها الماء بزاف تجي فيها نبابل وتتعجن مليح،
تتعجن وتتقطع. تحبوا ديروها في البيتخا حطوها في البيتخا، بصح انا جو بريفير تتعجن باليد وتتقطع حتى تتلم. دوك تشوفوا كيفاه خرجت، شوفوا حتى خرج العلك تاعها مليح. نلمها ونقسمها على 2 خبزات. كيلو دار لي 2 خبزات كبار. اللي حابه تتعلم دير 3 قرصات صغار وتتعلم فيهم، ما ديرهمش كبار بزاف. نطرح وندور وما نتكاش على النص بزاف، ما تجينيش رقيقه في النص، ونعدلها على الجوانب مليح. السمك نتوما اللي تتحكموا فيه، حبيتوها خشينه خليوها شويه ما تطرحوهاش بزاف، حبيتوها رقيقه شويه طرحوها مليح، ما تطرحوهاش بزاف كي تجي رقيقه بزاف ما تجيش مليحه. تقبتها بالفرشيطه كامل وحطيتها في الطاجين طيب، وبقيت ندور فيها باه طيب لي كيف كيف، وقلبتها. زدت رحت للخبزه الثانيه زدت كملتها كيف كيف، طرحتها تقبتها. هاي في الطاجين طابت، شوفوا زي ما جات تهبل، جات كيما الكاطو تتقرمش. شفتوا هذيك المغرف تاع الخميره الكيميائيه هي اللي نتمدلها القرمشه هذيك على برا. السمك تاعها جا مليح، انا طرحتها بالسمك اللي نحبه، سمك متوسط، ما هي رقيقه ما هي خشينه. درك نقسمها تشوفوها من الداخل كيفاه جات. كي تجوا تطرحوا فيها طرحوا دوروا باه ما تجيكمش بلاصه خشينه وبلاصه رقيقه. شوفوا كيفاه جات هايله. انا هكا نحبها، ما نحبهاش خشينه ما نحبهاش رقيقه تاني، جات متوسطه مليحه. كي تتكل سخونه نديروها مع حميص مع شكشوكه مع اللبن، هايله. سيرتو بالطريقه هذه رايحه تعجبكم بزاف. تبعوا برك المقادير. شوفوا جات ما شاء الله. جبت لكم 2 وصفات اليوم بسيطين وساهلين، كاين اللي يعرفوا يديروهم الوصفات هادو، كاين اللي ما يعرفوش. اللي حابه تتعلم هاي الطريقه بالتفصيل تبعي المقادير بربي ان شاء الله راح تحصلي على نفس النتيجه. الكسره جات مليحه، الحميص جا هايل. الحميص بطريقه مختلفه دخلت فيه شويه خضره باه ما يكونش غير بالفلفل برك، جاي يهبل. زدت له شويه زيت زيتون من الفوق وشهيه طيبه. في الاخر نتمنى اللي مازالوا ما اشتركوش في القناه ويتفرجوا فيها ويعجبهم المحتوى يشتركوا ويفعلوا الجرس بيوصل لهم جديد. واللي مشتركين نقول لهم يعطيكم الصحه على الدعم تاعكم ليا وثقتكم فيا. نتمنى انكم تواصلوا في الدعم حتى للاخر. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي باه تعم الفائده على الجميع. والسلام عليكم.